هو الآخر، واحد من الأسماء المهمة في فترة بنهاية التسعينات عندما كان لاعب الناشئين، وعندما توج مع منتخب الناشئين في 97 أو 96 بالتحديد في كأس آسيا في تلك الفترة، ليحقق منتخبنا أولى إنجازاته على مستوى الناشئين ببطولة كأس آسيا. كرة منقولة، العودة إلى الخلف من جانب نادي الكرامة، عودة إلى الكاميروني ريتشارد في الجهة اليسرى عن طريق بلال عبد الدايم، عودة إلى ريتشارد مرة ثانية. حضور جماهيري ليس ممتلئا آخرا في ملعب المباراة، ملعب خالد بن الوليد اللي يتسع ل 38,000 متفرج، ولكن الحضور ليس بالحضور اللي يمثل هذا العدد وهذا الرقم. أنس الخوجة إلى الأمام، ولكن الكرة أقطعت وأبعدت إلى خارج الملعب. رمية تماس عن طريق اللاعب اللي واضح أمامك اللي هو حمد الشيادي. كرة منقولة، عاطف جنيات، عرضية حاضرة بيحاول فيها ولكن تبعد على طول عن طريق محمد مسلمي بتسديده. تسديده قوية جدا عن طريق حسن عبد الفتاح، اللاعب اللي واضح أمامك اللاعب الأردني، ولكن برافو حارب الحبشي، أبعدها إلى خارج الملعب. ضربة ركنية، هي أولى ضربات الركنية في المباراة ولمصلحة نادي الكرامة. عاطف جنيات على التنفيذ، لاعب المنتخب السوري هو الآخر. كرة موجودة إلى الأمام ولكن تبعد على طول من مناطق نادي صحم إلى خارج الملعب. رمية تماس، رمية تماس، فهد عودة بالخطأ تصل إلى اللاعب محمد الغساني إلى الأمام، بيحاول التقدم نادي صحم والرد بالمثل بهجمة مقابل هجمة، ولكن حتى الآن الأمور غير ماشية. كرة منقولة إلى الأمام تصل للاعب محمد الحموي، ولكن برافو نقلة موجودة ولكن أبعدت في النهاية ولم تكن سليمة من جانب اللاعب اللي هو حسن عبد الفتاح، مرت إلى خارج الملعب. ركلة مرمى، واضح أمامك اللاعب في الصورة الماضية اللاعب الكويتي فهد الرشيدي، واحد من الأسماء المهمة في تشكيلة أكيد الكرامة وكذلك تشكيلة المنتخب الكويتي اللي راح يلتقي هنا منتخبنا في مباراة مهمة للغاية، مباراة تعني الكثير بالنسبة للكرة العمانية وكذلك الكرة الكويتية. منتخبنا يحاول العودة والوصول للمرة الثالثة في تاريخه، بينما منتخب الكويت يحاول العودة إلى بطولة آسيا، ولكن بإذن الله منتخبنا يقطع آخر الأوراق من خلال هذه المجموعة. وهناك أخبار تتحدث بأن فوزي بشير تم رفع الإيقاف عنه، نتمنى أن تكون الأخبار صحيحة وبالتالي نشاهد فوزي بشير. ذهبنا بعيدا عن هذا الإيقاف ولكن نعود مرة أخرى على طول لمصلحة نادي صحم. خالد مفتاح، كرة مقطوعة بيحاول التقدم نادي الكرامة، ولكن برافو محمد المسالمي تدخل في الكرة الماضية وأبعدها إلى خارج الملعب. رمية تماس، أنس الخوجة واحد من الأسماء المهمة كما ذكرت في خط الدفاع وهو قائد الفريق، 29 سنة. في المقابل اللي واضح أمامك اللاعب الكاميروني ريتشارد، ناقلة في الجهة اليمنى عن طريق بلال عبد الدايم، مرة أخرى في خط الوسط حسن عبد الفتاح، أنس الخوجة. كرة مقطوعة من محمد الغساني، محمد بيحاول التقدم عن طريق اللاعب اللي هو ناصر العلي، بيحاول المرور والبحث عن خط الوسط. محسن الجوهر، برافو النقلة ناحية عبد العزيز الشلهوب ولكن طويلة نوعا ما، وصلت عند الحارس مصعب بن حوث. لابد أن يركز نادي صحم من خلال نقل الهجمات ومن خلال التقدم إلى الأمام، مع عدم الاستعجال المطلوب. نعم لا نتأخر في نقل الهجمة من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية، ولكن لابد أن ننهي الهجمات بالطريقة الصحيحة. الخطأ مرفوض في مثل هذه المباريات اللي تكون مع فرق كبيرة عندما تلعب على ملعبها. وعندما نتحدث عن هذا الملعب ومواجهات الكرامة أكيد راح أتحدث عنها مع الأندية الخليجية. النادي الوحيد اللي استطاع أن يحقق الانتصار على نادي الكرامة في هذا الملعب هو نادي الوحدة الإماراتي بهدف مقابل لا شيء. هنا واضح أمامك إداري واحتياط نادي الصحم خالد الكحالي مدير الفريق اللي أشكره شخصيا على تقديم تشكيلة الفريقين من خلال هذا اللقاء، وله التحية ونتمنى له التوفيق، ونتمنى لفريق صحم ونادي النهضة فيما تبقى من مشوار هذه البطولة والمسابقة
بأن تكون جيدة بالنسبة للكرة العمانية. كرة موجودة إلى الأمام ولكن في صافرة من حكم المباراة شمس الزمان اللي يأتي من خلال هذه المباراة بطاقم من بنغلاديش، بينما حكم رابع كما ذكرت هو عادل علي من مالديف، ومراقب المباراة من لاوس. مصعب بالحوس واضح أمامك، واحد من الحراس اللي يعشقون منتخب إيطاليا وعربيا يعشق منتخب تونس. هو يملك من العمر 26 سنة وحارس المنتخب السوري محسن جوهر. اوه حلوة، هو يمتاز محسن جوهر بالجواهر التي تأتي من خلال التسديدات القوية، ولكن في الكرة الماضية الكرة وصلت على طول عند الحارس مصعب بالحوس. محسن جوهر واحد من الأسماء اللي أكيد ننتظر من خلال هذا اللقاء أن يأتي بأهداف الجميلة والتسديدات. وهنا المحاولة ولكن التألق يأتي من جانب الحارس الآخر اللي هو حارب الحبسي، واحد من الأسماء التي تشق الطريق الآن لتقديم صورة كما يقدمها الأخ الأكبر اللي هو علي الحبسي حارس منتخبنا الوطني ونادي بولتون. كرة منقولة خطرة في الجول. اوه ما زالت محمد بيسدد. اوه ضاعت فرصة حقيقية لمصلحة نادي صحم بأن يأتي بأول الأهداف من خلال هذا اللقاء، ولكن التسديد الماضية لاحظ التقدم عبد العزيز الشلهوب في المرة الأولى وفي المرة الثانية يعقوب عبد الكريم سدد، ولكن التألق هو الآخر يأتي من جانب مصعب بالحوس. تقدم مصعب وتقدم يعقوب عبد الكريم، ولكن في النهاية مصعب أمن الأمام. ضربة ركنية على طول ممكن. اوه فرصتين أو ثلاث في أقل من دقيقة كان ممكن الآن نادي صحم يتقدم بالهدف الأول من خلال هذا اللقاء، ولكن معليش، ولكن أيضا هذه الفرص أكيد راح تعطينا الدافع، راح تعطينا الحماس، راح تعطينا الطموح من خلال هذا اللقاء بأننا قادرين على تحقيق نتيجة إيجابية من خلال هذا المساء. لاحظ الإعادة عبد العزيز الشلهوب، ولكن التسديد الماضية لم تذهب إلى المرمى وبالتالي إلى خارج الملعب. برافو نادي صحم في الكرة الماضية في كرتين كانت قريبة جدا من شباك نادي الكرامة. لابد الاستمرار بهذا الشكل، الانضباط، التقدم في هجمة مرتدة كانت صحيحة 100%، وبالتالي كنا قريبين جدا من تحقيق أول أهداف هذا اللقاء. فهد الرشيدي إلى الأمام ناحية محمد الحموي، ولكن كرة ما تمر، التغطية الدفاعية حاضرة، ما زالت الخطورة وعمل دبل برافو برافو حارب الحبشي على طول تبعد الى الامام، لابد ابعاد الكره والغساني على طول ابعدها، ما زالت الخطوره مستمره، والكرامه بيحاول التقدم هو الاخر واحراز الهدف الاول، ولكن برافو 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 تالق من جانب حارب الحبشي وكذلك الدفاع في ابعاد الكره الماضيه، كان قريب جدا اللي هو فهد الرشيدي، لاحظ كان قريب، والتالق من جانب حارب الحبشي اللي انقض على الكره كالاسد، وبالتالي تصدى لكره فهد الرشيدي اللي حاول من خلال احراز هدف اول في المباراه لمصلحه نادي الكرامه. اذا تالق مصعب بالحوس في محاوله نادي صحم، وحارب الحبشي اللي واضح امامك رد عليه وتالق في الذود عن المرمى من خلال كرة فهد الرشيدي في اللقطة الماضية. محمد المسلمي بيحاول التقدم ولكن كرة مقطوعة، حسن عبد الفتاح إلى الأمام ولكن الكرة مرت إلى خارج الملعب، رمية تماس لمصلحة نادي صحم. صافرة وخطأ من قبل حكم المباراة، واضح أمامك عبد العزيز الشلهوب اللي كان هو في البداية قادر على إحراز الهدف الأول، ولكن يد الحارس مصعب بالحوس أنقذت نادي كرامة. ننسى الكرة الماضية، نحاول والتفكير يأتي من خلال ما هو قادم، أكيد نبحث عن الخطورة المستمرة على مرمى مصعب بالحوس، وكثرة الدق بالمثل الخليجي أكيد يفك اللحام، وبالتالي لابد على لاعبين نادي الكرامة التقدم، ولكن ليس على حساب الدفاع كما ذكرت في بداية المباراة. صافرة والخطأ الآن، إنما هنا واضح أمامك فهد عودة اللاعب الآخر المميز في تشكيلة نادي الكرامة، واحد أيضا من الأسماء المهمة في خط الوسط، 27 سنة، بينما هنا اسم آخر مهم في تشكيلة نادي صحم قائد الفريق
محمد إسماعيل شقيق المدرب يعقوب إسماعيل. خطأ لمصلحة نادي الصحم الآن، كرة إلى الأمام ناحية يعقوب عبد الكريم، كان ممكن أن يصطاد حارس المرمى ويصطاد شباك نادي الكرامة في الكرة الماضية الجميلة جدا. كرة تدرس ولكن ما اكتمل فيها الهدف، وبالتالي محاولة جميلة جدا كانت لمصلحة نادي الصحم في اللعبة الماضية. كرة تأتي من جانب خط الدفاع ولاعب خط الدفاع والقائد محمد إسماعيل اللي أرسل كرة من منتصف الملعب، وبالتالي كرة مدروسة وأكيد اشتغلوا عليها جماعة نادي الصحم في اللعبة الماضية، وكان ممكن اللي هو يعقوب عبد الكريم أن يأتي بالهدف الأول. حتى الآن برافو نادي الصحم. إذا كان البعض اعتقد أو توقع بأن نادي الصحم ممكن أن يتلقى الخسارة وممكن أن يتلقى أهداف عندما يلتقي نادي الكرامة، ولكن حتى الآن نحن أصبحنا طماعين من خلال هذا اللقاء بعدما شاهدنا اللقاء الأداء الطيب الأداء القوي من خلال نادي الصحم في أول ربع ساعة من المباراة. ريتشارد في الخلف، لاحظ الكرة الماضية اللي تحدثت عنها، كرة جميلة جدا، ولو لف راسه اللي هو يعقوب عبد الكريم أكثر ولا كانت في الزاوية 90 على طول، وكنا تحدثنا عن هدف أول في المباراة، ولكن معلش. كرة منقولة الآن ناحية خط الوسط، حسن عبد الفتاح إلى عاطف جنيات في الجهة اليسرى، مرة أخرى حسن عبد الفتاح، التدخل يأتي من حمد الشيدي، كرة منقولة من جانب حسن عبد الفتاح، كرة منقولة ولكن تبعد على طول عن طريق خالد مفتاح أو محمد إسماعيل إلى خارج الملعب. رمي تماس، ما زال نادي الكرامة يبحث عن أول أهدافه، وراح يكثف من الضغط في قادم الوقت أكيد، لأنه يعلم بداية المشوار من خلال اللعب على ملعب خالد بن الوليد، وبالتالي يبحث عن 3 نقاط من خلال هذه المباراة، وهو يبحث عن العودة مرة أخرى إلى المباراة النهائية في نهاية هذه المسابقة للمرة الثانية على التوالي. حسن عبد الفتاح كرة منقولة بيحاول فيها، والإبعاد يأتي من جانب محمد الغساني إلى خارج الملعب. رمي التماس، حسن عبد الفتاح الآن المرور جميل جدا وإرسال العرضية والتدخل يأتي من جانب محمد إسماعيل، الكرة تتحول إلى خارج الملعب. ضربة ركنية الآن لمصلحة نادي الكرامة، والحديث يأتي من جانب حارب الحبسي حارس المرمى لزملاء المدافعين للتغطية أكثر لإبعاد الكرات، وبالتالي التركيز وعدم ترك المساحات للمهاجمين. ضربة ركنية الآن، فهد عودة على التنفيذ. كرة اللعب إلى الأمام، ترسل طويلة جدا، بيحاول يحصلها اللي هو أنس الخوجة، ولكن في التغطية حاضر في عبد العزيز الشلهوب أو محسن جوهر، تاركها إلى خارج الملعب. رمي التماس، تحدثت أن نادي الوحدة الإماراتي هو النادي الوحيد أو الخليج الوحيد اللي استطاع أن يحقق الانتصار في هذا الملعب عندما انتصر في الدور التمهيدي من خلال دوري أبطال آسيا هذا الموسم بهدف مقابل لا شيء، وبالتالي الوحدة أكمل مشواره من خلال التواجد في دوري أبطال آسيا، بينما نادي الكرامة بعد تلك الخسارة يشارك للعام الثاني على التوالي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بينما نادي صحم هي المشاركة الأولى من خلال المشاركات الخارجية وتمثيل السلطنة من خلال بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في النسخة رقم 7، النسخة التي تتحدث بلغة الضاد وبلغة العرب والخليجيين من خلال إحراز اللقب في 6 مرات سابقة عن طريق نادي النجمة اللبناني وكذلك الجيش السوري والوحدة الوحدات والشباب الأردن وكذلك الفيصلي والمحرق البحريني ونادي الكويت اللي تحصل على هذه البطولة في النسخة الماضية عندما استضاف على ملعبه في مباراة تقام لأول مرة من مباراة واحدة كنهائي، وبالتالي استطاع أن يفوز بهدفين مقابل هدف الانتصار في تلك المباراة أحرز لاعب منتخبنا الوطني إسماعيل العجمي. إذا خسارة الكرامة كانت برأس عمانية، هل تأتي أقدام أو رؤوس من لاعبي نادي صحم في هذا المساء
لتعطي نادي الكرامة خسارة ثانية على هذا الملعب. كل شيء ممكن حتى الآن بالمعطيات اللي شاهدناها وبالفرص التي ظهرت بالنسبة لنادي صحم من خلال تمركز دفاعات نادي الكرامة، قادرين على التقدم وقادرين أيضا على هز شباك مصعب بالحوس. محمد الغساني العودة إلى الخلف من ناحية محسن جوهر، نقلات الآن والتسليم بشكل مطلوب من جانب محمد وناصر العلي، ولكن طالت على محسن جوهر. العودة للهجوم من جانب الكرامة، راسية من محمد إسماعيل برافو، والتدخل أيضا يأتي من جانب حارب الحبسي. على طول كرة منقولة، محمد إسماعيل إلى الأمام ناحية محسن جوهر، التغطية تأتي من جانب بلال عبد الدايم. حسن عبد الفتاح استلام ودوران وبيبحث ايضا عن المرور. يا سلام، مرور جميل جدا، واحد من الاسماء المهمه هو لاعب المنتخب الاردني. تقدم الى الامام، بيحاول التمرير والتمرير موجوده، ولكن ايضا التغطيه حاضره بشكل جميل جدا من جانب خط الوسط اللي هو ناصر العلي. فهد عوده، التقدم الى الامام من جانب نادي الكرامه مستمر وفي الجهه اليمنى، ولكن في تغطيه وفي خطا تاتي من جانب المدافع اللي هو خالد مفتاح، وخطأ لصالح اللاعب علاء الشبلي، اللاعب اللي احرز هدف في المباراة النهائية بالنسبة لنادي الكرامة اللي تحدثت عنها وخسرها امام نادي الكويت الكويتي في ذلك المساء. خطأ اذا لمصلحة نادي الكرامة على التنفيذ. فهد عودة، خطأ في مكان خطير جدا، ارسال العرضية والراسية تاتي من جانب فهد الرشيدي، ولكن مرت الى خارج الملعب، مرت إلى خارج الملعب. واضح أمامك مدرب نادي الكرامة محمد قويض 53 سنة، واحد من الأسماء المهمة كما ذكرت في تاريخ نادي الكرامة. حقق بطولة الدوري لأول مرة مع نادي الكرامة موسم 2005-2006، وبعد ذلك حقق الثنائية في موسمين متتاليين 2007 وكذلك 2008، وفي الموسم الماضي قاد نادي الكرامة إلى نهاية هذه البطولة ولكن خسر النهائي، وقبل ذلك وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا في 2006 وخسر أمام تشامبوك موتورز الكوري الجنوبي بعدما كان خسر في كوريا بهدفين مقابل لا شيء، وخسر على هذا الملعب بهدفين مقابل هدف. لاعب ساقط على أرضية الملعب من لاعبي نادي صحم، نعتقد أن يعقوب عبد الكريم ربما، أو هو اللاعب اللي هو محمد المسلمي. محمد المسلمي اللي حاول التقدم والتدخل أتى من جانب لاعب نادي الكرامة اللي هو حسن عبد الفتاح. إذا في خطأ خطأ أو كرة رمية تماس، راح نتابع. نادي الكرامة يلتقي للمرة الثانية فريق من سلطنة عمان بعدما كان قد التقى نادي ظفار في بطولة ودية، بطولة الكرامة الدولية في 2008، وانتهى ذلك اللقاء بالتعادل بدون أهداف. نتمنى أن يتحقق تلك النتيجة من خلال هذا المساء، ولما لا، ممكن أن يتحقق الانتصار بالعودة ب3 نقاط في غاية الأهمية، لأنك تقابل واحد من الأسماء المرشحة لنيل هذا اللقب، وكذلك يتواجد واحد من الأسماء المهمة وواحد من الأسماء اللي تحصلت على هذا اللقب اللي هو نادي شباب الأردن، اللي استطاع في اليمن أن ينتصر على نادي أهل صنعاء بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة تقريبا 87 من ذلك اللقاء. إذا شباب الأردن حتى الآن في صدارة في انتظار هذا اللقاء، ونتمنى أن يلتحق نادي صحم بالصدارة هو الآخر من خلال ما تبقى من عمر هذه المباراة بأن يحقق انتصار. حتى الآن الأمور تمشي عال العال، بينما عند السوريين أكيد والنظرات واضحة من خلال نظرات السيد الحاضر من خلال هذا المساء لمتابعة نادي الكرامة. خطرة اللعبة ولكن التدخل يأتي، برافو التدخل يأتي من جانب البريكي. على طول كرة منقولة، ما زالت خطرة، إصرار موجود إلى عاطف جنيات، التسديد أيضا ولكن ما تمر. عودة إلى الخلف الآن ناحية بلال عبد الدايم، بلال إلى اللاعب علاء الشبلي، ولكن كرة علاء تبعد إلى خارج الملعب. رمية تماس، رمية تماس، بلال عبد الدايم على التنفيذ، إرسال الكرة على شكل ضربة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن تبعد من جانب أحمد البريكي على طول، ولكن العودة مستمرة والإصرار ما زال مستمر في الدفاع من جانب نادي صحم وفي الهجوم من جانب نادي الكرامة.
أنس الخوجة قائد الفريق من خلال هذا المسار، على طول ارسال الكره ناحيه الحسن عبد الفتاح، بيحاول السيطره، بيحصل الكره امام اللاعب ناصر العلي، بيحاول التقدم اكيد، لاعب مهاري، لاعب يملك الامكانيات، لاعب مميز، ولكن ناصر العلي ما زال مستمر في التغطيه. هدف اول ياتي لمصلحه نادي الكرامه عن طريق اللاعب المميز، اللاعب الفنان اللي هو حسن عبد الفتاح. هدف جميل جدا، هدف كان بالامكان ان نتلاشاه من خلال الكرة الماضية، كان ممكن ان تاتي التغطية، نعم مر من ناصر العلي، ولكن كانت هناك تغطية اخرى من جانب الدفاعات، وبالتالي الكرة مرت والى داخل المرمى. 1-0 اذا لمصلحة نادي الكرامة. لاحظ اللعبة اللي لعبها على طول في المرمى ولم تأتي التغطية. ممكن أحد الدفاعات هو من سجل في مرمى نادي صحم، وبالتالي هدية من جانب نادي صحم. راح نتابع. نعم هي الراسية اللي أتت من جانب ربما محمد إسماعيل، راسية محمد إسماعيل حولت كرة اللي هو حسن عبد الفتاح، وبالتالي هدف أول لمصلحة نادي الكرامة. إذا واضح أمامك حسن عبد الفتاح صاحب الهدف. أتمنى بأن لا يؤثر هذا الهدف على معنويات وتركيز نادي صحم فيما تبقى من أحداث الشوط الأول على أقل تقدير. كرة منقولة للأمام ناحية عاطف جنيات، يحاول التقدم نادي الكرامة لتعزيز بهدف ثاني. كرة خطرة، إرسال العرضية من جانب أنس الخوجة، ولكن كرة أنس إلى خارج الملعب، مرت إلى ركلة مرمى. واضح امامك هذا اللاعب ليس انس الخوجة بل ثامر حاجي محمد، هو من ارسل الكرة الماضية، وبالتالي مرت الى خارج الملعب، ركلة مرمى. اذا السعادة الان موجودة عند جماهير نادي الكرامة في مدينة حمص هناك، وبالتحديد في ملعب خالد بن الوليد. حارب الحبسي على طول ارسال الكرة الامام، علاء الشبلي بالراس تصل الى محمد المسلمي، محمد المسلمي الى الامام، ناصر او هذا محسن جوهر، كرة مرت من امامه بتصل الى اللاعب حسن عبد الفتاح. على تسديدة فهد عودة سدد له واحدة على طول، ولكن الكرة يا سلام مرت برد وسلام على مرمى الحارس حارب الحبسي، والا كان هدف ممكن ان يعقد الامور من خلال الاداء الجميل اللي حتى الان قدمه نادي صحم في بدايه المباراه وحتى الان، وبالتالي نتمنى ان لا ياتي هدف ثاني يقتل معنويات نادي صحم من خلال ما تبقى من احداث هذا اللقاء، وبالتحديد في الشوط الاول ان نطلع او نذهب الى غرف الملابس بهدف وحيد شيء مطلوب. إذا لم يأتي هدف التعادل فهدف واحد شيء مطلوب، هدف في عالم كرة القدم أكيد لا يطمن، وقادرين بعد ذلك ربما نبحث عن هدف التعادل. محسن جوهر الآن في الجهة اليسرى أو في الجهة اليمنى عن طريق محمد الغساني، عودة للخلف ناحية حمد أو ناصر العلي، كرة مقطوعة. محمد حاجي محمد إلى عاطف جنيات، عودة إلى الكاميروني ريتشارد، يوجد ايضا كاميروني في تشكيله نادي الصحم ولكن يتواجد على مقاعد البدلاء اللي هو سلمون، وكذلك اللاعب المغربي ياسين العلمي، وكذلك سعيد المعمري، اسعد المرزوقي، خلفان العبد السلام، وحسن راشد. بينما في احتياط نادي الكرامه يتواجد ايضا الاسماء المهمه اكيد. كره منقوله للامام ناحيه فهد عوده اللي انتقل من الجهه اليمنى واصبح في الجهه اليسرى باتجاه مرمى نادي في الجهه اليمنى عفوا في اتجاه مرمى نادي صحم. كره منقوله الان ناحيه حسن عبد الفتاح، واحد من الاسماء الخطره، واحد من الاسماء المهمه حتى الان في تشكيله نادي الكرامه. كره منقوله تعود مره اخرى ناحيه علاء الشبلي الى ثامر حاج محمد، ثامر الى الامام ناحيه محمد الحموي، هداف النسخة الماضية ب8 أهداف، هو واحد من الأسماء أيضا المهمة في تشكيلة نادي الكرامة، صاحب ال 23 سنة اللي واضح أمامك، هداف كأس الاتحاد الآسيوي في النسخة الماضية. احتفالات مستمرة بالنسبة لجماهير نادي الكرامة بتقدم الفريق حتى الآن بهدف مقابل لا شيء عن طريق الخطأ من محمد إسماعيل قائد نادي صحم، واكيد هي كره صعبه ولكن الكره غلطت حارس المرمى
اللي هو حارب الحبسي. بعد الكرات واخر كره خطره كانت لنادي صحن راسيه يعقوب عبد الكريم. بعد ذلك كل الامور متجهه الى حارس المرمى حارب الحبسي اللي نتمنى ان يتالق ويحمي عرين مرمى نادي صحن فيما تبقى من هذا اللقاء. اكيد عنده دور كبير من خلال هذه الامسيه بعدم تلقي المزيد من الاهداف من خلال هذه المباراه. حكم المباراة يعطي الإشارة، فهد عودة على التنفيذ، إرسال الكرة، برافو التألق، يأتي من جانب حارب الحبسي على طول اللي هو محسن جوهر إلى الأمام، محسن عودة من جانب محمد المسلمي أو ناصر العلي بالخطأ ما يستطيع الكرة الماضية تصل إلى علاء الشبلي، علاء تارك إلى اللاعب فهد عودة، فهد إلى ريتشارد الكاميروني إلى الأمام، لابد أن نتقدم قليلا، لابد أن نأتي بالرد من خلال الدقائق الماضية. أصبح نادي الكرامة حتى خط الدفاع أصبح يتواجد في منتصف ملعب نادي صحن، وبالتالي راح يعطي نادي الكرامة السيطرة والتسديدة تأتي، ولكن التألق يأتي من جانب حارب الحبسي. إذا استمرينا بهذا الشكل أكيد راح يزيد الضغط على الحارس اللي واضح امامك حارب الحبسي، وبالتالي كثر الضغط ممكن ان يولد الاخطاء، والاخطاء حتى الان استغل من جانب نادي او اعطى نادي الكرامه هدف وحيد في المباراه. لابد ان نتقدم، لابد ان نجاري نوعا ما نادي الكرامه من خلال الرد بالهجمات وان كانت من فتره الى فتره. كره منقوله الان عن طريق عاطف جنيات في الجهه اليمنى، والتغطيه تاتي بشكل جميل جدا من جانب اللي هو محمد الغساني. رمية تماس إذا لمصلحة نادي الكرامة. كرة مرسولة عن طريق اللاعب عاطف جنيات إلى فهد عودة، بيحاول التقدم فهد والتغطية تأتي من جانب محمد إسماعيل، إبعاد خطر الكرة، جول ثاني لمصلحة نادي الكرامة عن طريق فهد عودة، هدف جميل جدا، وهدف يأتي أيضا بخطأ من خط الدفاع في التغطية، وبالتالي نادي الكرامة استطاع من خلال خطأين أن يأتي بهدفين، وبالتالي يسعد جماهيره في ملعب خالد بن الوليد. أبعدت من جانب محمد إسماعيل، ارتدت إلى فهد عودة، لم تكن التغطية بالشكل المطلوب، والتقدم أتى من جانب حارب الحبسي، وبالتالي شاهد المرمى وأتى بالهدف الثاني، هدف جميل جدا عن طريق فهد عودة. إذا 2-0 لمصلحة نادي الكرامة. هدف عن طريق اللاعب حسن عبد الفتاح، وكذلك اللاعب اللي واضح أمامك فهد عودة صاحب 27 سنة في تشكيلة نادي الكرامة. محمد الغساني بعد البداية الجميلة اللي كانت لنادي صحن أصبحت الأمور عكسية الآن. كانت الأمور هجمة بهجمة، كانت خطورة بخطورة، ولكن الخطورة بعد ذلك أصبحت والسيطرة أصبحت بلون واحد هو اللون الأزرق. اللون الأزرق والبرتقالي أصبح يتسيد ملعب المباراة، وأصبح يشن الهجمات عن طريق الأظهرة وعن طريق العمق، وبالتالي استطاع أن يأتي بهدفين. محسن جوهر ممكن تأتي العودة الآن، ولكن اللاعب والحارس مصعب بالحوس يبعد الكرة إلى خارج الملعب. رمية تماس، رمية تماس لمصلحة نادي أو لصالح نادي صحن من خلال اللعبة اللي أبعدها الحارس مصعب بالحوس. محمد المسلمي على التنفيذ، رمية التماس، التقدم الآن. رمية تماس نعم تعطينا الأريحية، تعطي الدفاع التركيز مرة أخرى، ولكن لابد أن نستمر بالتقدم، لابد أن نلعب كرة قدم حقيقية، لا نتحفظ بالشكل الكبير، وبالتالي نعطي مبدأ المبادرة بالنسبة لنادي الكرامة، وبالتالي يسيطر على زمام الأمور. يبدو أن نادي الكرامة حتى الآن فيما حدث في الشوط الأول والدقائق الماضية سيعود مرة أخرى لتحقيق انتصاراته على الأندية الخليجية. حتى الآن تحدث، ولكن ربما يستطيع نادي صحن العودة إلى المباراة. في عالم كرة القدم كل شيء وارد، لابد أن نتسلح بالثقة ونتسلح بالطموح والروح،
وكل هذه العوامل تعطيك النتيجة. محمد قويض أكيد راضي كل الرضا حتى الآن على النتيجة، ويبحث عن المزيد ربما في قادم الوقت، وهو يطالب بالتقدم إلى الأمام، وبالتالي هذا الشيء راح يعطيه أفضلية ربما في إحراز الأهداف، وراح يساعد في تقليل خطورة مهاجمي نادي صحن وتشكيل الخطورة الحقيقية على مرمى الحارس مصعب بالحوس. كرة ترسل إلى الأمام من جانب محمد المسلمي. ناصر العلي بيحاول تمرير الكرة إلى فهد شلهوب أو اللاعب اللي هو عبد العزيز الشلهوب، ولكن الكرة وصلت سهلة عند الحارس مصعب بالحوس في الجهة اليسرى عن طريق أنس الخوجة. لما نتحدث عن تاريخ نادي صحم، هو تأسس في 2 سبتمبر 1970، وكان يعرف في السابق بنادي التضامن، ثم استبدل بنادي صحم في 1 مارس 1972. واحد من الأندية المهمة، واحد من الأندية التي أصبحت الآن تشق طريق الإنجازات، وإن كان على مستوى البطولة المحلية حتى الآن يعاني. هو يتواجد في المركز التاسع برصيد 16 نقطة. آخر لقاءاته حقق الانتصار على نادي العروبة بهدفين مقابل هدف. بينما نادي الكرامة يتصدر هناك الدوري السوري برصيد 34 نقطة، وبعد ذلك يأتي نادي الجيش ب 32 نقطة، ثم نادي المجد ب 31 نقطة، وأمام مباراة قادمة يوم 26 من هذا الشهر عندما يلتقي نادي الجيش اللي يشارك هو الآخر ويمثل سوريا من خلال هذه البطولة، ويلتقي حاليا نادي الريان إن لم تخن الذاكرة. على طول كرة منقولة تصل إلى محمد المسالمي. محمد إلى ناصر العلي. ناصر العلي البحث عن اللاعب الفاضي، إرسال الكرة لمحمد الغساني في مكان جميل جدا. أنس الخوجة ومحمد الغساني، مرور جميل بيحاول التقدم، إرسال العرضية الآن البحث عن يعقوب عبد الكريم، ولكن التألق يأتي والتدخل يأتي من جانب مصعب بالحوس. على طول مصعب إلى فهد الرشيدي بالراس، تصل إلى محمد إسماعيل، إلى عاطف جنيات الآن أو اللاعب فهد عودة صاحب الهدف الثاني في المباراة. إرسال إلى محمد الحموي والكرة خطرة وإبعاد على طول من جانب محمد المسلمي. محمد إلى الأمام ناحية يعقوب عبد الكريم لاعب منتخبنا الوطني، واحد من الأسماء المهمة عند كلود لوروا، ولكن في صافرة وخطأ لصالح اللاعب يعقوب عبد الكريم اللي كان عنده فرصة هو من يأتي بالأهداف من خلال هذا اللقاء، ولكن التألق أتى من جانب مصعب بالحوس. كان ممكن يعقوب أن يأتي بهدفين ويأتي بالتقدم لنادي الكرامة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ما زالت الأمور موجودة وكل شيء وارد، كل شيء وارد. التقدم الآن أتى بعدما كان التراجع موجود، أصبح التقدم مطلوب. يعني عندما نلاحظ التقدم من جانب نادي صحن نلاحظ قيمة نادي الكرامة من خلال التراجع، من خلال التقدم إلى الأمام بأقل عدد ممكن، ولكن عند التراجع أكيد ستكون العدد أكثر من ذلك. محمد الحموي الآن، محمد الحموي وأمام محمد إسماعيل، العودة إلى الخلف، انتظار الزميل، وعلاء الشبلي على إرسال الكرة إلى الأمام ناحية اللي هو فهد الرشيدي، ولكن التدخل يأتي من جانب حارب الحبسي. حارب الحبسي على طول إلى الأمام إلى اللاعب محسن جوهر، ما يسيطر عليها ناصر العلي، أصبحت لنادي الكرامة. على طول تبعد إلى الأمام من جانب أحمد البريكي إلى اللاعب يعقوب عبد الكريم، أو هذا ناصر العلي لاعب الوسط، اللاعب المهم في خط الوسط أكيد. محمد المسلمي الآن في الجهة اليسرى يحاول التقدم، محسن جوهر بيحاول المرور، ولكن التغطية تأتي من جانب علاء الشبلي. تامر حاج محمد، إرسال الكرة إلى الأمام ناحية فهد الرشيدي. فهد بيحاول التقدم ولكن في صافرة من حكم المباراة شمس الزمان، وخطأ لصالح نادي الكرامة. لاحظ التدخل من جانب اللاعب محمد اسماعيل في الكرة الماضية مع فهد الرشيدي، وبالتالي في خطأ لصالح نادي الكرامة في خط الوسط. ريتشارد ناحية فهد عودة، فهد إلى اللاعب حاج محمد، حاج محمد إلى عاطف جنيات،
في الجهة اليسرى، عودة إلى الخلف ناحية أنس الخوجة. أنس الخوجة البحث مرة أخرى عن اللاعب القريب جدا عاطف جنيات. التمرير الآن من جانب نادي الكرامة، إرسال الكرة الأمام، ولكن التدخل يأتي من جانب حارب الحبسي. يعني عندما نتحدث عن سجل المشاركات بالنسبة للفريقين، الكل يعلم بأن نادي صحم يشارك للمرة الأولى، فهو بطل مسابقة الكأس هذا الموسم بالانتصار على نادي ظفار بركلات الجزاء الترجيحية، بينما نادي الكرامة يشارك في هذه المسابقة لكونه بطل الدوري. نادي النجمة اللبناني والوحدات الأردني وهوم يونايتد السنغافوري يتواجدوا من خلال هذه البطولة ب5 مناسبات. الفيصل الأردني، المحرق البحريني، العهد اللبناني، ديمبو الهندي ب4 مشاركات. كرة موجودة، أوه حلوة الإبعاد من جانب حارب الحبسي في الكرة الماضية، وإلا كان بالإمكان أن يأتي هدف ثالث في المباراة عن طريق الكاميروني ريتشارد. كان ممكن نادي الكرامة أن يأتي بهدف آخر في المباراة وهدف ثالث، ولكن الكرة مرت وأبعدت من جانب حارب الحبسي في الكرة الماضية. واضح أمامك ريتشارد هو اللي أرسل الكرة الماضية بالراس، ما زالت الخطورة مستمرة، ضربة ركنية على طول، أوه مرت سليمة. هو نفس اللاعب ريتشارد حاول أن يضع الهدف وإصراره على إحراز هدف ثالث، ولكن مرت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. حارب الحبسي يصيب في الكرة الماضية، نتمنى له السلامة وأن يكمل ما تبقى من أحداث هذا اللقاء. هو حارس مهم أكيد في تشكيلة المدرب يعقوب إسماعيل. لاحظ الكرة الماضية اللي مرت إلى خارج الملعب، رمي ضربة مرمى. تحدثنا عن تاريخ نادي صحم، أكيد لابد أن نذكر الشيء بالشيء يذكر. تاريخ نادي الكرامة عنده 8 بطولات على مستوى الدوري، آخرها كما ذكرت الموسم الماضي، وهو يبعد بفارق لقبين فقط عن نادي الجيش صاحب ال10 بطولات، عنده 7 بطولات كاس على مستوى الجمهورية، آخرها موسم 2009، ويعتبر 2007 هو الأفضل بتاريخ نادي الكرامة عندما نال جميع الألقاب والبطولات التي ينظمها الاتحاد العربي السوري بكل الفئات، سواء على مستوى الكبار أو الشباب أو الناشئين، ووصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2006، ووصل للربع النهائي في 2007 2008 على مستوى دوري أبطال آسيا. بينما على مستوى هذه المسابقة، مسابقة كأس